شركة أوبو عملاق إنتاج السمارت فونز لما بتنزل لنا تليفونات في الفئة الاقتصادية بصراحة بتكون تليفونات هايلة جدا، واللي إجمالا بتقدم لك تجربة جيدة وهتعجبك أوي، وبتكون من أكتر التليفونات الاقتصادية اللي بنرشحها عموما. وعلشان كده فاحنا في فيديو النهاردة هنتعرف على أحدث إصدارات أوبو في الفئة الاقتصادية العليا من سلسلتها المميزة جدا سلسلة الA، وهو الأوبو A80، واللي هنتكلم عن كل مواصفاته وكل مميزاته وعيوبه، ويا ترى هيكون مناسب لمين ومش مناسب لمين. بس يا ريت في الأول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في قناتنا التانية قناة سراديب. أنا محمود طمان وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. أولا وبالنسبة للتصميم فهو أكتر حاجة هتعجبك وتشدك جدا في الموبايل. فالتليفون بصراحة شكله جميل ومميز، وهو صورة طبق الأصل من تصميم الرينو 12 من أوبو، واللي سعره أغلى من تمن الموبايل ده. فالموبايل كده واخد طابع خاص بيه من حيث شكل سيت اب الكاميرات بتاعته، وكمان ظهره المصنفر، والإطار بتاع التليفون جاي بالشكل الصندوقي المسطح. التليفون طبعا جاي بخامات تصنيع من البلاستيك بالكامل البوليكربونات زي معظم تليفونات أوبو، ولكن بصراحة خامة البلاستيك ده كويسة جدا، وكمان جودة تقفيل وتصنيع الموبايل ممتازة، وده زي ما احنا متعودين من أوبو دايما. أبعاد التليفون وسمكه ووزنه مناسبين، وبالتالي مش هيقابلك أي مشكلة خالص في استخدامك للتليفون وهتتعود عليه بسرعة. وكمان التليفون سمكه نحيف إلى حد ما، وده مزود أكتر من شياكة التليفون. فإجمالا كده تصميم الموبايل جميل جدا وعجبني بصراحة بشكل شخصي، وأنا ماليش عليه أي تعليق سلبي من أي نوع. أما بقى بالنسبة للشاشة بتاع الموبايل فهي بصراحة عجبتني في حاجات وما عجبتنيش في حاجات تانية. فأول ميزة أو أكتر حاجة عجبتني في الشاشة دي هي إنها شاشة كاملة بتيجي بالتصميم الجديد اللي بثقب دوت ديسبلاي، والشاشة دي حجمها كبير 6.67 بوصة من نوع IPS LCD. ولكن بقى اللي معجبنيش فيها إنها بتيجي بجودة HD بلس بس، بكثافة بكسلات 1604 في 720 بكسل، وده هيدينا 264 بكسل لكل بوصة في الشاشة، ودي بصراحة كثافة بكسلات متواضعة جدا. الشاشة بتيجي بأبعاد عرض كبيرة 20:9، وعليها طبقة حماية من نوع باندا جلاس، والتليفون بيطلع من العلبة بتاعته متركب عليه سكرين. ولما نيجي بقى نتكلم عن الأداء بتاع الشاشة فبصراحة دي أكتر حاجة ما عجبتنيش في التليفون بصفة عامة، هي الشاشة بتاعته أو جودة الشاشة بتاعته بالتحديد، لأن كنت أتمنى بصراحة أو المفروض إنها تكون جاية بجودة أعلى من كده، لأن في تليفونات كتير في الفئة السعرية دي بتيجي بشاشات بجودة فول HD بلس، فالألوان اللي بتظهر على الشاشة بتاع الموبايل ده هتحس كده إنها ألوان بهتانة. درجة الحدة والتشبع والساتوريشن بتوع الألوان دي مش أقوى حاجة، وكمان مع الحجم الكبير بتاع الشاشة هتحس كده إنها مبكسلة شوية، ولكن الشاربنس بتاعها كويس، فالكلام والتفاصيل والأيقونات اللي بيظهر عليها بيكونوا واضحين ومتشافين بشكل كويس جدا. ولكن بقى من أكتر وأهم المميزات اللي موجودة في الشاشة دي، واللي يمكن أوبو حاولت إنها تعوض بيها انخفاض الجودة بتاعت الشاشة، هي إنها بتيجي بمعدل تحديث ريفرش ريت عالي جدا 120 هرتز، وده ما بيكونش موجود قوي في الفئة السعرية دي. ومعدل التحديث العالي ده هيخلي أي حاجة تشتغل معاك على الشاشة بتاع الموبايل سواء فيديوهات أو جيمز تشتغل معاك بشكل سلس وسريع جدا. وبرضه من أهم وأقوى المميزات اللي موجودة في الشاشة دي هي إنها بتيجي بدرجة سطوع كويسة قوي 1000 نيتس، فأنت بالتالي مش هتعاني وأنت بتستخدم الشاشة دي تحت أشعة الشمس المباشرة. حواف وأطراف الشاشة حجمهم صغير إلى حد ما، وده مع الشاشة الكبيرة الكاملة بتاع الموبايل هتحس كده إنها مستحوذة عليك بشكل كامل وأنت بتستخدمها. فالشاشة دي في المجمل هتقدم لك أداء مرضي في عرض أي محتوى عليه، ولكن برضه للأمانة كنت أتمنى وبشدة إنها لو كانت جاية بدقة أعلى من كده. وبالنسبة للأداء بتاع التليفون فهو بصراحة من أهم وأقوى المميزات اللي موجودة في الموبايل. فال A80 من أوبو بيجي بمعالج من إنتاج ميديا تك هو الدايمنسيتي 6300، واللي من أهم مميزاته إنه داعم لشبكات الجيل الخامس، ودي برضه ميزة قوية جدا في الموبايل. والمعالج ده معالج محترم جدا وموجود في تليفونات كتير كويسة، فهو معالج اوكتا كور ثماني النواة، وبيجي بتردد لغاية 2.4 جيجا هرتز بدقة تصنيع 6 نانومتر، مع معالج رسومي هو المالي G57 MC2. تليفون بيجي بنسختين، نسخة بسعة تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، والنسخة الثانية فبتيجي بسعة تخزين 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام. وبالنسبة بقى للأداء بتاع الموبايل فالمعالج ده يعتبر معالج جيد جدا بالنسبة للفئة السعرية دي. ففي المهام اليومية المعتادة زي استخدام تطبيقات السوشيال ميديا والتصفح والمكالمات وكل الحاجات دي، التليفون هيقدم لك أداء محترم وهيعجبك، مش هيقابلك فيه أي مشكلة خالص.
كل التطبيقات دي هتشتغل معاك بشكل سلس وسريع من غير اي مشاكل. والموبايل برضه هيقدم لك اداء كويس في المهام المتعدده او المالتي تاسكينج، يعني انت هتقدر تفتح اكتر من تطبيق في الخلفيه وتتنقل ما بينهم بشكل سلس وسريع، وده من غير ما يقابلك اي مشكله خالص في التليفون. وبرضه اداء التليفون ده في الجيمز اداء كويس قوي، يعني انت هتقدر تلعب كل الجيمز الخفيفه والمتوسطه من غير اي مشاكل، مش هيقابلك فيها اي تهنيج او لاج من اي نوع. وبرضه في الجيمز التقيله اللي بجرافيك عالي فهي هتشتغل معاك بشكل مقبول بنسبه كبيره، ولكن يستحسن انك تلعب الجيمز دي على اعدادات جرافيك ميديوم، وده علشان تاخد احسن اداء من الموبايل في الجيمز التقيله دي، لان برضه يعني ده في الاول او في الاخر تليفون فئه اقتصاديه. فبصفه عامه ال A80 من اوبو هيقدم لك اداء متوازن في المهام والاستخدامات اليوميه والجيمز. الكاميرات بتاعه الموبايل هي برضه من المميزات الايجابيه اللي موجوده في الموبايل ده ال A80 من اوبو. فالتليفون جاي بكاميرا خلفيه مزدوجه، الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8، وهي كاميرا وايد وبتدعم خاصيه الاوتو فوكس. اما بقى الكاميرا الثانيه فهي الخاصه بعمل العزل او وضع البورتريه، وبتيجي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4، والكاميرتين دول ملحقين بفلاش LED من قطعه واحده. فالكاميرا الاساسيه بتاع الموبايل ده بصراحه هتقدم لك صور جيده جدا، ففي الاضاءه القويه او في ضوء النهار هتقدر باستخدامها انك تاخد صور محترمه من حيث درجه الحده وتشبع الالوان بتوع الصور، صور الوانها حلوه كده ومنوره، وكميه التفاصيل اللي بتظهر فيها كتيره ودقيقه وواضحه، وكل حاجه في الصور مظبوطه. ولكن خلي بالك ان ممكن الجوده المنخفضه بتاعه الشاشه ما تظهرلكش الصور دي يعني باحسن جوده او باحسن صوره ممكنه، هتحس كده ان جودتها منخفضه عن الحقيقه. ولكن بقى لو استعرضت نفس الصور دي على شاشه تانية بجوده اعلى هتشوفها بجمالها الطبيعي والحقيقي. وبالليل او في الاضاءه الضعيفه الجوده بتاع الصور ما بتقلش كتير، وكميه النويز والتشويش اللي بيظهروا فيها ما بيكونوش واضحين قوي، بتفضل برضه صور كويسه وهتعجبك وتقدر تعتمد عليها. وهتقدر باستخدام الكاميرا التانية بتاع العزل او البورتريه انك تحدد اطراف الصور وتعزل الخلفيه بشكل كويس ومقبول. اي نعم بيظهر فيها شويه غلطات وده الطبيعي جدا، ولكنها بتظهر لك كاميرا كويسه تقدر تعتمد عليها الى حد ما. وهتقدر برضه باستخدام الموبايل ده انك تصور فيديوهات بجوده فول اتش دي بلس بدقه 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانيه. ولكن بقى بالنسبه للكاميرا الاماميه بتاع التليفون فهي للاسف مش بنفس جوده وقوه الكاميرا الخلفيه. فالتليفون بيجي بكاميرا اماميه وحيده بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.0، وهي برضو كاميرا وايد، وللامانه هتقدم لك صور سيلفي متواضعه ما تعتمدش عليها يعني انك تاخد بيها صور سيلفي واو في المناسبات، فانت يا دوب هتقدر تستخدمها في انك تعمل بيها مكالمات فيديو او تاخد بيها صور توثيقيه بس للذكرى مش اكتر من كده. ولكن بقى بالنسبه للبطاريه بتاع التليفون فهي من اهم واقوى المميزات اللي موجوده في الموبايل ده ال A80. فالتليفون بيجي ببطاريه كبيره بسعه 5100 ملي امبير، واللي هتكمل معاك اليوم كله لو انت بتستخدم التليفون بشكل تقيل او شاق حتى، خصوصا ان المعالج بتاع التليفون ما بيستهلكش كتير من طاقه البطاريه. ومن اهم المميزات اللي موجوده في البطاريه دي انها بتيجي بقدره شحن 45 واط، ودي تعتبر قدره شحن كويسه جدا بالنسبه لتليفون اقتصادي. فانت في نص ساعه بس هتقدر تشحن التليفون بتاعك لغايه 50%، وعلشان تشحنه لغايه 100% فده هيكون في حوالي ساعه وربع او ساعه وثلث تقريبا، وطبعا ده هيكون من خلال منفذ USB Type-C 2.0. التليفون بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد 14 مع احدث واجهه مستخدم من اوبو وهي الكالر OS فيرجن 14. وبصراحه واجهه المستخدم بتاعه اوبو دي هي من احسن واجهات الاندرويد اللي ممكن تلاقيها في اي موبايل، واجهه خفيفه وسلسه مفيش فيها باجز او مشاكل ممكن كده تضايقك في استخدامك للتليفون. وكمان في اوبتمايزنج او تناغم جميل جدا بينها وبين الهاردوير بتاع الموبايل، فهي بتعرف كويس قوي انها تستغل الهاردوير بتاع التليفون ده وتطلع منه احسن اداء. وعلشان كده دايما اجهزه اوبو ادائها بيكون ممتاز ما بيقابلكش فيه اي مشاكل. وكمان الواجهه دي فيها شويه مميزات تانية هتعجبك، زي انها تدعم وضع الدارك مود بالكامل، وكمان هتقدر من خلالها انك تعمل نسختين من تطبيقات السوشيال ميديا وتقسم الشاشه لجزئين علشان تستخدم تطبيقين في نفس الوقت. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سم، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الخامس ال 5G. التليفون بيدعم تركيب كارت ذاكره خارجي مايكرو SD كارد، وده حتى 1 تيرا في منفذ خاص بيه. التليفون بيجي بمستشعر بصمه في المكان العملي جدا في زر الباور، والمستشعر ده اداؤه ممتاز من حيث الدقه او السرعه بتاعته. وكمان التليفون بيدعم خاصيه الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمه وراج الفيس ID، واللي بتشتغل بشكل كويس من حيث دقتها او سرعتها. ولكن بقى للاسف التليفون ما بيجيش بسماعات ستيريو، فهو بيجي بسماعه وحيده مونو واللي صوتها متوسط من حيث العلو او النقاء بتاعها. التليفون بيجي بمستشعرات التقارب والتسارع والضوء المحيط والبوصله والGPS اللي في الجهاز ده كويس من حيث الدقه والسرعه بتاعته. وكمان التليفون بيدعم تركيب وصلات ال2G،
وكمان الموبايل بيجي بمستشعر NFC لاتصال قريب المدى، ولكن خلي بالك ان المستشعر ده هيكون موجود في بعض التليفونات وفي تليفونات تانية لا، فتأكد الأول هل النسخة اللي موجودة في بلدك موجود فيها المستشعر ده ولا لا. ولكن بقى للأسف التليفون ما فيهوش مستشعر IR ولا مستشعر جيروسكوب ولا راديو FM. ولكن الموبايل مقاوم للغبار والقطرات المية الخفيفة بشهادة IP54 وبيجي بإصدار بلوتوث 5.3. التليفون بيجي بلونين، اسود وبنفسجي فاتح، وعلبة التليفون بيجي فيها الشاحن السريع وسلك توصيل USB Type C، جراب للموبايل، ودبوس درج الشريحة والضمان وكتاب التعليمات. وسعر بيع التليفون بيبتدي من أول $210. أول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. ال A80 من اوبو هو تليفون مميز جدا في الفئة الاقتصادية العليا، مميزاته أكتر من عيوبه بكتير. فالموبايل تصميمه جميل وشيك جدا، أداؤه ممتاز، الكاميرات الخلفية بتاعته كاميرات هايلة بالنسبة للموبايل فئة اقتصادية، بطارية كويسة جدا بقدرة شحن سريعة. عيبه الوحيد من وجهة نظري هي الدقة المنخفضة للشاشة بتاعته، ولكنها بتتميز في نفس الوقت انها شاشة كاملة وبتيجي بريفرش ريت عالي 120 هرتز مع سطوع قوي. وبرضه بصراحة انا شايف ان التليفون سعره غالي شوية، ولكن في المقابل تأكد انك هتاخد موبايل هيعجبك ويعيش معاك لمدة طويلة من غير اي مشاكل. وطبعا احب اشوف ارائكم وانطباعكم عن التليفون ده في التعليقات اسفل الفيديو. في نهاية الحلقة بشكر كل واحد شايف الفيديو للنهاية، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده المرة تشوفني فياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تكون اول واحد يشوف الحلقات الجديدة. واشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.